رمضان يجي وتجي معاه العادات والتقاليد، وكل بلاد ورطالها. سألنا الشارع التونسي على بلاد يذبحوا فيها علوش وقت شقان الفطر، وهكا كانت الإجابات. كان جيت أنا منها في تونس راهو بطلنا رمضان. اللي عنده الكعب يلعب، شنو المشكل؟ أنا لو ناخذ نذبح. صعيب في الوقت تو، ظروف الناس ما عادش خالطة على الدجاج مش على اللحم. كيلو اللحم ب 42 دينار والخدام ياخذ 30 دينار. فما ناس عندها تذبح، فما ناس محتاجه من العام العام ياكلوا العلوش. اما كان جيت الماديات متوفره نورمال نحبوا الماكله مخمير تنجح. اي خاطر انا نحب اللحم العلوش. نعيشوا كان على الدجاج ظهر لي. ان شاء الله رمضانكم مبروك. ورمضانكم مبروك على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ان شاء الله ديما منورين. تحيا تونس. العادة الغريبة اللي نحكيو عليها يقوم بها سكان آسيا الوسطى وتحديداً أوزباكستان، اللي يتجاوز عدد المسلمين فيها 90%، وهي بلاد الإمام البخاري رحمة الله عليه. وبالطبيعة في أوزباكستان كما أغلبية البلدان الإسلامية عندهم عادة موائد الإفطار الجماعية، لكن الحاجة المميزة عند الأوزباكستانيين العلوش اللي يذبحوه وقت شقان الفطر ويشقوا فطرهم عليه.